فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه، وإن حال دونه أي دون هلال رمضان، بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان. قال وإن حال دونه قال وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه، وإن حال دونه أي دون هلال رمضان، بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان. قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوا به التصانيف وردوا حجج المخالف، وقالوا نصوص أحمد تدل عليه. وهذا قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا عليه، بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. قال: ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه وتصل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة صوم يوم الشك، وأطال المؤلف الحديث عن هذه المسألة ما لم يطله على غيرها من المسائل في الشرع، وقرر صوم يوم الشك، وأن هذا واجب. ومن فقهاء الحنابلة من اقتصر على القول بالاستحباب، وحكى المؤلف هذا عن الإمام أحمد وأنه يرى وجوبه. والقول بوجوب صوم يوم الشك عن الإمام أحمد هذا لا أصل له، ولا يستطيع أحد أن يورد هذا عن الإمام أحمد بشيء ثابت، وإنما فهمه من فهمه، وهذا غلط على الإمام أحمد. وكثيرا ما يخطئ المتأخرون من أصحاب أحمد على الإمام أحمد في ضبط المذهب وفي ضبط أقاويله، وأحيانا يعتمدون على حكايات ضعيفة عن الإمام أحمد، ولا يجتهدون في تحرير الروايات وضبطها ومقارنتها بروايات أخرى. فالقول بأن صوم يوم الشك واجب عن الإمام أحمد هذا غلط، إنما ينسب هذا لطائفة من أصحاب الإمام أحمد. وقد اختلف العلماء في صوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30، وذلك على مذاهب. المذهب الأول أنه واجب، وهو ما ذكر المؤلف عن الإمام أحمد، وقلنا بأن هذا غلط ولا أصل له عن الإمام أحمد. وعلى هذا ينبغي التنبه أن لا تجوز نسبة هذا للإمام أحمد، ولا يصح القول بأنه رواية، ليست هذه رواية، هذا غلط. الرواية تنسب لصاحبها إذا ثبتت ولو كانت ضعيفة، أما هذه ليست برواية أصلا، إنما هذا قول غلط على الإمام أحمد. القول الثاني بأنه يستحب صوم يوم الشك إذا حال دون منظره غيظ،
وأما إذا لم يحل دون منظره غيب فإن صوم هذا اليوم لا يستحب. وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. ويفسرون قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غمي عليكم، في رواية فإن غبي عليكم فاقدروا له، يقول فاقدروا له أي ضيقوا عليه، ومن التضييق عليه أن تصومه، فإذا ضيق شعبان أن تفطر 29 يوما وتصوم يوم 30 الذي يعتبرونه واحدا من رمضان. وقد أورد المؤلف عن جمع من الصحابة أنهم يقولون بصوم يوم الشك. وهذه الآثار عن الصحابة على قسمين: قسم ضعيف وقسم صحيح. وما صح من هذا ليس فيه أنهم كانوا يجبونه، وإنما كانوا يفعلون هذا احتياطا. والقول الثالث في المسألة أنه لا يشرع صوم يوم الشك سواء حال دون منظره غيب أو لم يحل دون منظره غيب، وينهى عن صومه، سواء نهي تنزيه على قول طائفة أو نهي تحريم على قول طائفة أخرى، وهو الصواب. الصواب من مذاهب العلماء أنه يحرم صوم يوم الشك ولا رخصة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبين ذلك في أحاديث صحاح: ولا صوم إلا لرمضان، وليس في الإسلام شيء اسمه صوم يوم شك، هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية أبي هريرة: فإن أغمي عليكم فصوموا فأكملوا العدة 30، رواه البخاري في صحيحه. وهذا صريح في منع صوم يوم الشك، وأنه إذا حصل دون رؤية الهلال غيب نكمل العدة 30. ومعنى هذا لا نصوم، لأن هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا من رمضان، بل قال فأكملوا العدة 30 في رواية فأكملوا عدة شعبان 30. فهذا دليل على أن هذا اليوم لا يصح صومه. ومما يدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه معلقا ووصل الخمسة عن عمار رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتمل أحد أمرين: يحتمل أنه اجتهاد من عمار بما فهمه من الأدلة، وأن الأدلة تقتضي منع صوم يوم الشك، فمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الفهم صحيح إن كان فهما، لأن الحديث المتقدم صريح في المسألة: فأكملوا عدة شعبان 30. ويحتمل أن يكون في ذلك نص عند عمار بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن صام هذا اليوم فإن هذا الصيام يعتبر تطوعا. وذهب طائفة من العلماء إلى أن التطوع أيضا حينئذ لا يصح، وهذا قول قوي بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، وهذا متفق على صحته. فهذا دليل على تحريم تقدم رمضان بيوم أو يومين على نية أنه من رمضان، وهذا يعني
الثاني أنه لا يحسب له تطوعا، لأنه قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، والنهي في هذا الموضع يقتضي الفساد. النبي يقول لا تتقدم ويتقدم، وهذا يقتضي فساد صومه، وهذا الصواب. فمن صام يوم الشك بنية الاحتياط وبنية أنه من رمضان فصومه باطل، ولا يكتب له لا تطوعا ولا غيره، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. وإن أتى التحريم وإن أتى النهي على نفس العمل أو عاد على شرط من شروطه اقتضى الفساد عند جماهير الأصوليين. ويتأكد هذا بما تقدم، فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا ما أكمل عدة شعبان 30، هذا جعل 30 هو أول يوم من رمضان، وهذا قد خالف السنة من أكثر من وجه. وعلى هذا إذا صام على أنه يوم الشك ثم جاء الخبر من نهار رمضان أنه رمضان، لا يحسب له هذا اليوم يوما، بل إذا قيل بالقضاء على مذهب جماهير العلماء فإنه يقضي في جملة من يقضي، وهذا قول جماهير العلماء الذي يقولون بوجوب صوم هذا اليوم وإعادته بعد رمضان. ذهب جماهير العلماء إلى أنه إذا لم يأتي الخبر إلا في نهار الصوم وما علم الناس بأنه من رمضان فإنهم يمسكون بقية هذا اليوم ثم يقضون هذا اليوم، وهذا قول الأئمة الأربعة رواية واحدة عن الجميع. وعلى هذا لمن صام يوم الشك يقضي مع هؤلاء لأنه لا صوم له. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب قضاء هذا اليوم، لأن النية تتبع العلم، ومن لم يعلم فلا قضاء عليه. وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة وبحثها، إنما ذكرنا هذا استطرادا بمناسبة ذكر صوم يوم الشك. نعم. قال ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان. ذكر المؤلف في هذا المقطع عدة مسائل. ذكر أنه صار من رمضان أجزأه هذا اليوم، قلنا هذا في نظر، والصواب أنه لا يجزئه لأنه مخالف وعاصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، وهذا نص صريح في المسألة، وقال فأكملوا عدة شعبان 30. وذكر أيضا أنه يصلون التراويح، وهذا في نظر لأن التراويح مربوطة برمضان، إذا كان من رمضان شرع القيام، وإلا فكل واحد يصلي وحده لا يصلون جماعة. والقول بأن هذا يفعل احتياطا هذا لا دليل عليه، لأن الأحكام الشرعية في هذا واضحة لا لبس فيها. فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن رؤي ارتبطت الأحكام بالرؤية. وذاك المؤلف استثنى عدة مسائل، قال لا عتق لا طلاق، بمعنى أنه لو علق طلاق زوجته على دخول رمضان وقد أدخل رمضان احتياطا وقام ليلة رمضان وصام من الغد، يقول لا تقع الطلاق عليه، لأنه احتاط في جانب الصيام واحتاط في جانب العتق والطلاق بأنه لا يقع عليه لأنه لم يثبت أنه من رمضان. طيب هو قر على نفسه أنه ما ثبت الآن، ما دام أنه قر على نفسه بأنه ما ثبت كيف يصومه؟ ولا يصح القول بأن هذا احتياط، لأن الاحتياط فيما لم يظهر وجهه، وما ما ظهرت فيه السنة الواضحة الجلية لمن تأمل وتخلص من رفقة التقليد والتعصب، فالمسألة واضحة جلية هنا، ولا حديث في ذلك صحاح
فإنه لا يصح يوم الشك ولا يصح الاحتياط في هذه المسألة، وأنه يجب أن يصبح مفطرا في يوم 30 ما لم يرى الهلال. ولو كان الصيام مشروعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولما قال صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30، لا بد أن تكمل عدة شعبان 30 ما تضع هذا اليوم من رمضان. وعلى هذا لا يصح القيام ولا يصح الصيام، والطلاق لا يقع والعتق لا يقع. فمن علق الطلاق على دخول رمضان لا يثبت عليه الطلاق إلا بدخول رمضان بشهادة عدل، فإذا دخل رمضان بشهادة عدل وقع عليه الطلاق. وعتق عبده إن كان قد علق العتق على دخول رمضان. وإن كان أيضا عليه دين وهذا الدين مقيد بدخول رمضان لا يحل الدين إلا بدخول رمضان. وأما فيما احتاطه فإن الدين لم يحل عليه. كذلك الزكاة، إذا كانت الزكاة تحل في أول يوم من رمضان ثم في يوم الشك توفي، لا يجب على أولاده إخراج الزكاة من هذا المال، لا يجب على أولاده إخراج الزكاة من هذا المال، لأن الزكاة لا تجب إلا في أول يوم من رمضان، وهذا ليس من رمضان، وعلى هذا سقطت عنه الزكاة بيوم واحد. ثم لا تجب الزكاة على الأولاد حتى يقبض كل واحد منهم ماله وحتى يحول عليه الحول. والأب قد برئت ذمته لأنه لا زكاة عليه، لأن الحول ما حال عليه ولو بيوم واحد. من قال قائل ألا نحتاط في هذه المسألة؟ فالجواب الاحتياط يكون باتفاق الجميع، لأن المال قد تعلق به حكم آخر وقد تعلقت به الذمة. إذا أردت أن تحتاط لأبيك فتتفق مع جميع الورثة، وأما بدون اتفاق الورثة فلا يصح هذا. إذا أراد يحتاط الإنسان بالمال الذي يخصه فله هذا، وأما يحتاط في جميع أموال الورثة دون استشارتهم فهذا لا يصح، لأنك تخرج مال الغير بلا إذنهم، وهذا لا يجوز.